بتشتري برسيل سايب بالكيلو، بيكون زي ما انت شايفة كده. بتشتري برسيل جاهز شركات، بيكون زي ما انت شايفة كده، مركزة في اللزوجة، القوام السلس، الشفافية اللي واضحة قدامك اهو. ده كان شكله اول ما خلصت فيه شغل، واللي انت شايفاه تاني يوم الصبح شبه اللي بتشتريه سواء جاهز او سايب بالكيلو. اتمنى تكوني جنبي وتشم الريحة اللي انا شماها. النهاردة هنعمل وصفة قوية جدا من اقوى الوصفات. كل الاضافات اللي موجودة في الوصفة دي هي اللي بتقول، مش انا اللي بقول. كمية حلوة قوي، 4 لتر ونص هتعمليهم بايدك في بيتك، شغل بيتي بس عالي الجودة. وده هتشوفيه لما تتابعي معايا الوصفة للاخر وتركزي في كل كلمة بقولها. يلا سمي بسم الله وتعالي معايا. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. دول ال4 قطع صابون اللي عملناهم مع بعض في اخر فيديو، من كوبايتين زيت بطريقة الاخت الفاضلة الاستاذة عزة بدر. طبعا فاكرين الاضافات اللي احنا حطيناها في الصابونة دي لوحدها كفاية قوي، يعني مجرد ما تمسكي الصابونة دي تبشريها وتدوبيها في مية سخنة يبقى معاكي صابون للاطباق وللملابس بجودة عالية جدا. لا احنا هنضاعف بقى الجودة دي ونخليها، نضربها في 2 يعني، وهنخليها عطرية جدا وريحتها حلوة قوي وشكلها بالجمال اللي شفتيه معايا في اول الفيديو. طيب المبشرة الصغيرة اللي انا بستعملها دي عاجبة ناس كتير، وفي ناس كتير قوي بتتريق عليها، وفي ناس كتير قوي بتضحك لما تشوف. بالنسبة لي انا بفضلها جدا عن المبشرة الكبيرة وبرتاح فيها جدا وبتديني النتيجة اللي انا عايزاها. تضحكي تتريقي عادي جدا، انا ماشية الموضوع عادي. هنا بقى خطوة تحضيرية هنعملها الاول. اقل من لتر مية دافية هنحط فيهم 2 كبار معلقة من الكربوناتو بلغتنا العادية او البيكنج صودا او صودا الخبز، واحط عليهم 1 كبيرة من ملح الليمون. وطبعا شفت الفوران ده وفي جزء كده نزل من الدورق على المفرش. ايه الحل بقى عشان ما يحصلش؟ هقولك عليه دلوقتي. طبعا في جزء انا فقدته دلوقتي هعوضه بقى، هضيف شوية كربوناتو تانيين وشوية ملح ليمون. الملح الليمون هو اللي بيعمل الفوران ده، لما تيجي تضيفيه ضيفيه بالشكل ده، سنة بسنة كده، واحدة واحدة وبالتدريج. مش هيحصل بقى فوران الا جوه الدورق، يعني هيكون محدود. خلاص هدوبهم كويس قوي، وهتاكد كمان ان هم دابوا. الميه دافيه هتدوبهم لي بسرعه. بعد كده هركن الدورق ده جنبي لما احتاجه اشتغل بيه. طبعا اللي في الدورق اقل من لتر ميه. انا عايزاك تحسبي بس كميه الميه عشان تعرفي الاجمالي في الاخر. انا اتاكدت ان كله داب، هركنه بقى على جنب واشتغل بيه وقت ما احتاجه. هرجع للصابون المبشور وهضيف عليه 2 كبار من البوركس او الدنكار او دواء المش او ملح المش، كل دي اسماء لنفس المنتج. ده لتر ميه تاني بس انا هضيفه على مرتين. هنزل بنص لتر كده علشان ادوب الصابون كويس قوي، وبعدين هضيف النص التاني واقلب. هتضيف الميه السخنه واحده واحده وبالتدريج لحد الصابون كله ما يدوب. هتستعملي في المرحله دي حوالي 2 لتر من الميه، وكان معانا لتر الا ربع، يعني احنا معانا دلوقتي 3 لتر الا ربع بعد ما ندوب الصابون كويس. طبعا احنا صنعنا الصابونه مع بعض، والفيديو عندك على القناه تقريبا عدى عليه حوالي 6 ايام او اسبوع. وشفت الاضافات اللي احنا حطيناها في الصابونه، حطينا فيها اضافات كتير قوي، وكلها بتقلل قوي من ريحه الزيت وبتخلي الصابونه ريحتها عطريه جدا. كمان معانا النهارده اضافات تانية هتخلي الريحه فوق الممتازه. هنحط لها ميكس اضافات كده هيخلي الروايح تحفه تحفه. ولو جربت الوصفه هتكتبي لي في التعليقات وتقولي لي الكلام ده حقيقي ولا بنبالغ فيه. انا هستنى تعليقاتكم. زي ما شفت كده انا معايا لترين ميه سخنين، ضفت لتر ورا التاني بالتدريج، نص نص كده، بس عشان اضمن الصابون كله يدوب. في المرحله دي الصابون هيبقى معاكي خفيف جدا وقوامه زي قوام الميه بالظبط، لانه سخن جدا بس كميه الصابون كبيره. يعني القالبين اللي احنا اشتغلنا بيهم دول الاتنين مع بعض لو وزنتيهم هيخشوا في 350 جرام او 400 جرام، فمحتاجين على الاقل 4 لتر ميه. هسيبه بقى يهدى خالص وارجع له تاني. هو بقى ايه، يا دوب كده دافي، عدى عليه تقريبا كده ساعه الا ربع. بص القوام قد ايه، طبعا القوام هيكون تقيل جدا. انا عايزاه دافي بقى، والقوام ده هيتقل اكتر دلوقتي لما نحط الاضافات بتاعتنا. عايزه احط الاضافات بتاعتي وهو دافي، لان ده بيساعد على اندماج الاضافات دي كويس قوي وتجانسها كلها مع الصابون. هنا قوام ولا عسل النحل وشفافيه حلوه جدا، يعني طريقه الصابونه دي تقريبا قريبه من نتيجه الصابون السحري. انا مبسوطه جدا صراحه من شكله ومن قوامه ومن ريحته. الناس بقى اللي نفذت الوصفه دي تكتب لنا ايه الاخبار.
هنا بقى هضيف كل المكونات البودر اللي انا دوبتها في الميه، بس هضيفها ازاي؟ الطريقه تختلف. لو انت نزلت بيها دفعه واحده الصابون ده هيبقى لونه حليبي والقوام هيبقى زي الميه بالظبط، وممكن كمان يفصل. لكن لو اشتغلت زي ما انا بشتغل كده بالظبط هتحافظي على القوام وعلى الشفافيه كمان، واللون هيفضل ثابت. ربع كوبايه بربع كوبايه مع التقليب، كل مره بتخلطيه كويس قوي وتقلبيه، والصابون دافي فبيحصل اندماج وتجانس حلو قوي، هيساعدك في ان الوصفه بتاعتك تكون قوام واحد فعاليه واحده، وهتحافظي على القوام بتاعها وعلى الشفافيه كمان. انا كده ضفت، ولو تلاحظي كل مره بحط دفعه اللون بيتغير. خلاص القوام تقل لان الكربونات وملح الليمون بيتقلوا القوام زي الملح. فانا هضيف ميه بارده واقلب. برضو هحط نص لتر بنص لتر كده. انا ضفت لتر واحد واتنين سخنين وواحد الا ربع دوبت في الاضافات، احسبي بقى وقوليلي. هقلب كويس قوي. وطبعا هو بارد دلوقتي لما انا ضفت ميه بارده من الحنفيه، فالوصفه كده تعتبر جاهزه ان احنا نكمل باقي اضافاتنا. لحد هنا الصابون معاكي ينفع للاطباق وينفع برضو للملابس. لا احنا هنخليه للملابس بس، ريحته هتكون ممتازه. هضيف دلوقتي كيسين من اوكسي بريحه نسيم الشرق. طبعا في ناس مش متوفر عندها اوكسي هتحط اي مسحوق جل للملابس بس ريحته تكون قويه وثابته. عايزه كده لما انشر الغسيل بتاعي واجي الم الغسيل الاقي ريحته حلوه قوي، ريحه الاوكسي بتكون باينه فيه. كمان هضيف كيسين من اوكسي بريحه اللافندر، عايزه اعمل ميكس كده يديني ريحه حلوه قوي، بحيث ان ما يكونش فيه اي اثر لريحه الزيت اللي كلنا بنشتكي منها. عايزه اكلمك في حته ريحه الزيت دي كلمتين كده يعني تدوريهم في دماغك. معايا اضافات تانية لسه برضو، كل دي هتعزز من ريحه الوصفه وهتخلي الجل بتاعك ريحته ممتازه، والملابس اللي هتغسليها بالجل ده هتكون ريحتها حلوه قوي عطريه جدا، هتكون بديل للدوني. كل الاضافات دي انا ضفت كيسين اوكسي جل بريحه نسيم الشرق، وتخيلي بقى ريحه نسيم الشرق الناس اللي بتشتغل بيه عارفينها كويس قوي. وكمان كيسين بريحه اللافندر وكيسين تاني باهي بريحه اللافندر. ممكن تستبدلي كل الاضافات دي بكوبايه من المسحوق البودر اوكسي او باهي، الاتنين ريحتهم حلوه قوي، هيدوك ان شاء الله نفس النتيجه. هنا بقى مرحله اللون، ودي حاجه اختياريه. بالنسبه لريحه الزيت مفيش حد يقدر ينكر ان الصابون ده اللي احنا عاملينه من الزيت المستعمل بيسيب اثر لريحه الزيت مهما حطينا له اضافات. بس في ملحوظه هقولك عليها هتستفيدي برضو بالفكره. الملابس اللي انت بتستعمليها بصفه دوريه يعني اسبوعيا تقدري تغسليها بالبرسيل ده. ريحه الزيت ما بتكونش موجوده، بتبان امتى؟ لما تخزني الملابس دي في الدولاب، في دولاب الملابس يعني تبتدي الريحه تبان عشان الدولاب بيكون مقفول عليه الظرف بتاعته، فالريحه بتظهر. بلاش بقى الملابس اللي انت بتخزنيها تغسليها بالبرسيل ده، اغسليها ببرسيل جاهز. دي نصيحه مني عشان تستفيدي بالصابون البلدي اللي بنعمله من الزيت المستعمل في غسيل الملابس. واحنا قلنا قبل كده نقدر نكتفي بالصابون ده في غسيل الاطباق بس، هيوفر معاكي جدا وهيريحك جدا. طبعا انتوا شايفين حاله الدفايه، يعني الوصفه قويه جدا، هتخلي اللونين زي بعض. طرفها زي المنطقه الصعبه اللي انتوا شايفينها دي في فرق في اللون، لا البرسيل دلوقتي هينضفها. طبعا اول ما ضفته ودعكت ما بانش الرغوه لان حاله الدفايه صعبه قوي، فانا هضيف دلوقتي تاني عشان اطمنك على الرغوه. النتيجه حلوه قوي والوصفه ممتازه ما شاء الله. شوفوها شيروها لو عجبتكم عشان كل الناس تستفيد وتعمل افكار زي دي كده، وما تبيعش الزيت ولا ترميه، تستفيد منه تعملوا صابون بلدي توفر. يا جماعه الاسعار بقت نار ولسه الاسعار هتزيد اكتر، فاعملوا الوصفات دي هتوفر معاكم جدا. شكرا والسلام عليكم.